كانوا كيسمعوا صوت السنسلة بعيدة كتضجر وأصوات رجال كيهضروا. السلام عليكم. قبل ما نبداو، إلا كنتي كتحب القصص المرعبة والغوامض الحقيقية دير لايك واشترك في القناة، حيت القصة ديال اليوم غادي تخليك تشك حتى في الأماكن اللي كتعرفها مزيان. هاد القصة كيهضروا عليها بعض الحراس قدام فواحد الحبس 6 سنين. هادي كان واحد الحارس سميتو مصطفى خدام في الليل في الحبس. هاد الحبس كان قديم بزاف وبعض الغرف بقاو مسدودين كتر من 30 عام. الحراس الجداد كانوا كيتفاداو يدوزو من الجناح الشرقي بالليل، ولكن مصطفى ما كانش كيآمن بهاد الخرافات. مصطفى في واحد الليلة كان كيدير السيرفيس ديالو كيف العادة، مع الجوج ديال الليل كلشي كان مزيان حتى وصل للجناح الشرقي. واحد اللحظة سمع صوت بيبان تاع الحديد كيتحركوا بوحدهم. وقف هو يشوف الغرف كامل مسدودين، ولكن قال مع راسو يمكن غير الريح. زاد شوية لقدام وسمع صوت آخر، هاد المرة صوت رجل كبير في العمر. قال ليه والحارس مصطفى ضرب بالبيل ما بان ليه حتى واحد، ولكن الصوت رجع مرة أخرى. هاد المرة قال ليه والحارس عافاك حل الباب. الصوت كان جاي من الغرفة رقم 17. مشكل أن هاد الغرفة كانت خاوية مسدودة أكتر من 30 سنة. قرب مصطفى بشوية هو ضرب بالبيل لداخل ديال الغرفة، ما شاف والو غير الظلام. رجع اللور وفاش كان غادي سمع داك الصوت نفس الراجل. قال لي هاد المرة علاش خليتوني هنا؟ تلفت مصطفى موراه ما لقى حتى واحد، ولكن ملي رجع شاف الغرفة تجمد في بلاصتو، حيت لداخل كان واقف واحد الراجل لابس واحد اللبسة ديال المحابسية القدام، واقف وساكت وكيدير فيه شي شوفات رغم ان الغرفة كانت خاوية من قبل. مصطفى بقى واقف وما قادرش يتحرك. الراجل اللي داخل الغرفة 17 كان واقف وساكت، ما كيرمش ما كيتحرك، غير كيشوف فيه. مصطفى زعم قرب شوية، سولو قال لي شكون انت؟ الراجل جاوبو قال لي انا كنت هنا وما عمرني خرجت. مصطفى كيسمع ليه هو مصدوم، حيت على حسب السجلات ديال الحبس اخر سجين في هاد الغرفة مات اكثر من 30 عام. هادي فاش هبط للمكتب قلب في الارشيف القديم، وبعد ساعة من التقلاب لقى ملف مغبار مكتوب عليه الغرفة رقم 17. فتح الملف ولقى واحد الصورة نفس الراجل اللي شاف. الاسم ديالو عبد الكبير، تزاد عام 1945، وكان مكتوب بخط حمر مفقود داخل المؤسسة. ماشي متوفي وماشي مطلق السراح، مفقود. مصطفى استغرب كيفاش السجين غبر من الغرفة مسدودة. فاش كان غادي يسد الملف تحت واحد الورقة صغيرة كانت رسالة قديمة مكتوبة بخط اليد وفيها جملة وحدة: إلا لقيتي هاد الرسالة راه ماشي أنا بوحدي. في ديك اللحظة تفضوا ديال المكتب كاملو، وبدات شي أصوات بيبان ديال الحديد كيتسدو كيتحلو غير بوحدهم. مصطفى خرج كيجري، ولكن ملي وصل للجناح الشرقي مبقاش غير الغرفة 17 اللي محلولة. جميع الغرف القديمة كانوا محلولين، والأخطر أنه شاف أشخاص واقفين داخل الغرفة وساكتين كيشوفوا فيه. كانوا تقريبا شي 20 واحد. مصطفى بقى واقف ما قادرش يهضر. لقى العشرة ديال السجناء كانوا واقفين داخل الغرفة ساكتين ما كيتحرك منهم حتى واحد. حاول يقنع راسو باللي غير كيتخيل، غمض عينيه وعاود حلهم، ولكن كانوا مازال تما. واحد اللحظة
واحد منهم خرج يدو كيشير ليه باش يجي عنده، من بعد الثاني ومن بعد الثالث، حتى ولاو كاملين كيشيروا ليه في نفس الاتجاه. كانوا كيشيروا لواحد الباب ديال الحديد كاين داخل الغرفة. هاد الباب قديم، عمر مصطفى ما شافو محلول، كان مكتوب عليه ممنوع الدخول. قرب مصطفى شوية، كل ما كيقرب والاصوات ولا كتسمع كتار، اصوات ناس كيبكيو. وصل للباب ولقاه محلول شوية، دفعو بيدو تحل الباب. كانت الغرفة صغيرة وعامرة بالغبرة. وسط الغرفة كاينة واحد الطبلة ديال الحديد قديمة، وفوقها واحد الريجيستر كبير. مصطفى حلو وبدا كيقرا. كل صفحة فيها اسماء ديال السجناء، كل اسم حدا ملاحظة وحدة: نقل نقل نقل. ولكن ما كاين حتى اثار لفين تنقلوا. حتى وصل للاسم ديال عبد الكبير، السجين ديال الغرفة رقم 17. عقلتو عليه ياك؟ حتى سميتو كانت جملة مختلفة: لا يجب أن يعرف أحد. في واحد اللحظة تسد الباب بالجهد من موراه، تلفت موراه وبقى قلبو غادي يوقف، حيت الغرفة ما بقاتش خاوية. كان واقف فيها راجل كبير في العمر، لابس لبسة تاع الحراس القدام، وجهه مكمش. قال ليه: اخيرا لقى شي واحد الحقيقة. مصطفى سولو، قال لي: شنو واقع هنا؟ جاوبو قال لي: هاد السجناء ما اختفاوش، هاد السجناء ما خرجوش من الحبس اصلا. سكت شوية من بعد قال لي: دفنوهم هنا. تحرك وشير ليه الارض تحت رجليه. مصطفى حس برجليه كيترعدو، حيت الارض كانت خفيفة بحال شي حاجة كبيرة مخبية تحتها. وفي نفس اللحظة بدا كيتسمع الدق خفيف جاي من تحت الارض. مصطفى بقى كيشوف في الارض والدق مازال كيتعاود. الحارس الشيباني اللي كان واقف قدامه قال لي: انا كنت خدام هنا اكتر من 30 عام هادي، وشفت شي حاجة ما خاص حتى واحد يشوفها. مصطفى حاول يسولو شكون هو، ولكن قبل ما يهضر غبر بحال الا ما عمرو كان. بقى مصطفى في الغرفة بوحدو، شد البيل وقرب من الارض. كان واحد اللوح ديال السما قديم، وفي وسطو واحد الحلقة ديال الحديد مصدياها. شدها هو يجرب واحد الصعوبة كبيرة. تحرك اللوح من تحتو، بان واحد السلم نازل في الظلمة. مصطفى هبط درجة بدرجة. الهواء كان بارد والريحة كتخنق. مصطفى وقت ما هبط دقات ديال القلب ديالو كيضربو 190، حتى وصل للقاع وشاف واحد الممر صغير تحت الحبس. هاد الممر عمر شي حد هضر عليه. وفي اخر الممر لقى باب صغير محفور عليه تاريخ قديم 1965. فتح الباب ودخل، وفاش شعل الضوء تجمد الدم في عروقه. الغرفة كانت عامرة بملفات السجناء المفقودين، صور، وثائق، وأسماء، العشرات منهم. لكن أخطر حاجة ما كانش الملفات، كانوا صور وأسماء مكتوبين في الحيط، حيت لقاهم مكتوبين بخطوط مختلفة: حنا هنا ما خرجناش، قول الحقيقة تخرج. كل كتبة بين قديمة مكتوبة سنين هادي. وسط الغرفة لقى كرسي، وفوقه لقى راديو تاع تسجيلات قديم. شعلو وبدات كتخرج تسجيلات مشوشة، صوت راجل كيبكي، وصوت اخر كيقول ليه: سد الباب ما خصهمش يخرجوا. شوية
سكت التسجيل. واحد اللحظة سمع مصطفى نفس الجملة. هاد المرة ما جاش من التسجيل، جات من موراه مباشرة. سمع، سد الباب، ما خصهمش يخرجوا. تلفت بالزربة وشاف عشرات ديال السجناء واقفين في الممر. دوك السجناء اللي شاف في الاول ساكتين وكيقربوا ليه خطوة بخطوة. مصطفى بقى كيشوف وهما كيقربوا ليه خطوة بخطوة، وقلبو غادي يخرج من بلاصتو. شد الملفات، راديو التسجيل، هو يجرب كل ما عنده. طلع في السلوم وسد الباب من موراه. في الصباح مشى عند السلطات وقدم الملفات والتسجيلات اللي لقى. وبعد تحقيق طويل بانت الحقيقة. في الستينات كانت شبكة فساد داخل الحبس. بعض السجناء اللي كانوا كيعرفوا أسرار خطيرة اختفوا بلا أثر، وفي السجلات الرسمية تكتبت كلمة وحدة: نقل. لكن الحقيقة أنهم ما تنقلوش، دفنوهم في الممرات القديمة تحت الحبس. لهذا بقوا مسجلين كمفقودين لسنوات طويلة. بعد أشهر من البحث تلقوا عظام بشرية تحت الجناح الشرقي، وتأكدت هويات عدد من السجناء. العائلات ديالهم أخيرا عرفت شنو واقع ليهم بعد أكثر من 30 عام. أما مصطفى فاستقل من الخدمة ومشى لمدينة أخرى، ولكن قبل ما يمشي بنهار رجع للحبس مرة أخرى. وقف قدام الغرفة 17. هاد المرة كانت خاوية. فاش دار باغي يمشي سمع صوت جاي من الغرفة: شكرا. دار ما لقى حتى واحد، ولكن حس بواحد الراحة غريبة، وكأن شي أرواح كانت كتسنى غير الحقيقة تبان. ومن بعد مدة قصيرة تسد الحبس نهائيا وتهدم جزء كبير منه. لكن العمال اللي خدموا في الهديم كانوا كيقولوا حاجة وحدة: في بعض الليالي كانوا كيسمعوا صوت سلسلة بعيدة كتجر وأصوات رجال كيهضروا. الحقيقة يمكن تغبر سنوات طويلة، ولكن عمرها ما كتدفن للأبد.